ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. هنعمل الزلابيه التحفه دي باقل وابسط المقادير. هنبدا اول حاجه بالشربات. معايا كوبايتين من السكر، كوبايه ميه عاديه خالص من الحنفيه. هنعلي النار على اعلى حاجه. طبعا هنحط معانا اول حاجه هنبدا بيها عسل الجلوكوز، معلقه مليانه من عسل الجلوكوز، عشان بتاخد بس وقت في الذوبان. زي ما انتم شايفين كده احنا لسه في الشتاء، فان هي يعني تسيح معانا بسهوله دي، فلازم نحطها في يعني درجه حراره عاليه شويه. زي ما انتم شايفين بدأت تسيح معانا. ما بقلبش طبعا، انا بس كنت بنزل العسل زي ما انتم شايفين كده. طبعا النار بدأت تعلى معانا، يعني الشربات بدأ يزيد في الغليان معانا. زي ما انتم شايفين كده في ريم على الوش بنشيله. لو مش حابين تشيلوه عادي مفيش اي مشكلة، بنعصر نص ليمونة ونقلب تقليبة صغننة كده. مش بقلب من تحت، انا بشيل بس اللي على الوش. بشيل معايا الريم دوت. انا ما بحبش شكله، بس انتوا لو مش حابين تشيلوه عادي، هو من غليان هيبقى في الجناب ومش هيخش في الشربات تماما، يعني متقلقوش من حاجة زي كده. طبعا انا وطيت عليه خالص وسبته يغلي مده ما تقلش عن 10 دقايق عشان يتقل معانا ويبقى يعني زي العسل بالظبط. بحط بقى معايا كيس الفانيليا زي ما انتم شايفين كده. خلاص يعني الفانيليا دي في اخر مرحله خالص بحطها وادي تقليبه كده، هو ابص بين ايديا كده احط نقطه صغننه من العسل. بقت حسيت سمكها ان هو تقل خلاص، بسيبها بقى يعني بطفي عليها النار وبسيبها تهدى خالص. طبعا انا عندي برطمان ازاز، فكنت بحط حبه حبه كده خايفه اللي يفرقع، بس الحمد لله يعني تمام. حتى لو كمان يعني برطمان بلاستيك لازم برضه نحط بالراحه حبه حبه زي ما انتم شايفين كده، عشان يعني ايه ما يحصلش حاجه للبرطمان بتاعنا. فضيت كل كميه الشربات. طبعا بنعملها قبلها يعني يا ريت تبيت في التلاجة ليله كامله، ولو مش متاح ممكن نعملها الصبحيه قبل ما نبدا في الوصفه. ده الشربات بتاعنا. هنبدا بقى معانا الزلابيه. معايا كوبايتين من الدقيق، دي استخراج 72 عشان يعمل معانا مطه. بين صوابعنا كده رشه ملح، ومعانا معلقه ممسوحه صغيره من معلقه الشاي خميره، معلقتين كبار سكر، ومعايا معلقه بودر، ومعايا 4 معالق نشا. زي ما انتم شايفين كده. هحط بقى معانا معلقه الاكل ديت، معلقه الاكل الكبيره بنحط 4 معالق مليانين من الزيت. بدي تقليبه كده زي ما انتم شايفين كده في الاول. وطبعا الكوبايتين الدقيق دول هياخدوا معايا كوبايه وربع من المج اللي انتم شايفينه في ايديا دوت، المج الموجود في يعني في معظم البيوت زي ما انتم شايفين كده. بس طبعا الميه تكون دافيه، يعني لا هي سخنه قوي ولا بارده، يعني فتره كده. بنقلب تقليبه. انا ممكن على فكره انا عارفه معياري، فبحط ممكن احط كوبايه وربع مره واحده، بس طبعا انا انتوا عارفين المعلومه دي ان دي في كل الاماكن مش زي بعضه، وبرده امتصاصه للميه والحاجات اللي زي دي مش زي بعضه. فانا حطيت قدامكم حبه حبه، بس انا في الاخر هو ياخد كوبايه وربع من الميه الدافيه. بفضل بقى اقلب كده، هو خلاص كله تمام. في اخر بقى حبه زي ما انتم شايفين كده، ده الربع اللي هو الاخراني. حطيت الكميه بقى اللي هو الربع الاخراني. هخش بقى في يعني في حاجه كده اسمها مرحله اللت. يعني ايه اللت؟ يعني عارفين الخبيز بتاع زمان كده بتاع العيش، كانوا بيلتوا كده فيه ويربوا جامد كده الدقيق زي ما انتم شايفين كده عشان يعمل عرق كده ويدينا مطه حلوه كده. هو طبعا انا بوريها لكم ان هو لسه شويه، فبفضل الت كده جامد. هي اسمها لت كده بتاع الخبيز. زي ما انتم شايفين كده بدأ يعمل معايا عرق، بس برضو لسه ما وصلش للمرحله اللي انا عايزاها. هفضل اعجن والت فيها كده مده ما تقلش عن من 6 ل7 دقايق زي ما انتم شايفين، لغايه ما في الاخر كده هتدينا بصوا معايا الحته ديت، هي دي المرحله اللي انا وصلت لها. شوفوا بلم العجينه كده واديها ربايه واحده. هو ده، هي دي المطه اللي انا بتكلم عنها، هي دي. شايفين زي ما قلت لكم كده بقى. طبعا هسيبها تخمر مده ما تقلش عن ساعه. طبعا احنا الكلام ده في الشتاء، كان في الصيف ان شاء الله نص ساعه كده بكبرها خالص هتبقى تمام. طبعا معانا زيت يكون يعني بدأ في الدفيان كده. بجرب معانا اول حته. طبعا انا عبيت معاكم الزلابيه في كيس الحلواني، بفتحها فتحه صغنونه عشان نسهل على نفسنا. زي ما انتم شايفين كده بختبر بقى الزيت وسخونه الزيت. بصوا بقى انتوا ممكن تعملوها زي ما انتوا عايزين بالمعلقه العاديه، معلقه الشاي العاديه. كل واحد ايه ليه طريقه، بس انا بحب الطريقه دي. شايفين الكيس بتاع الكريم شانتيه اللي انا بحط فيه كريم شانتيه؟ هو ده الكيس. انا عبيته بقى زلابيه وبرفع بالمعلقه. طبعا الحله دي انا مش متعوده اعمل فيها، بس قلت اعمل فيها يعني كمنها كبيره وكده، فقلت اجرب فيها معاكم. فكانت بتنزل تحت تغطس شويه ما بتقبش غير ما برفعها بالمعلقه. بحط الكميه اللي انا عايزاها، وطبعا بلحقها بالمعلقه عشان تطلع فوق. هي بتتشكل لوحدها وتعمل كور ودوائر لوحدها. بس طبعا عشان حركة الكيس الحلواني زي ما انتم شايفين كده، الحركة دي بتسهل عليا، بتطلع الشكل دائري، وكمان مش بتزهقني كده وتغلبني وتخلي الواحد يمل بسرعة. لا ده جميلة، الواحد بيبقى عايز يدان وشغال فيها وما يزهقش منها ابدا. انا بشوف شفتوا بقى، شفتوا الحركة دي اول وش معانا بيبقى لونه ابيض.
يعني دخل في الصفار بسيط كده زي ما انتم شايفين كده، يعني لا اصفر غامق ولا يعني ابيض فاتح، بالشكل زي ما انتم شايفين كده. ونسيبها تبرد تماما، وبعد كده نسخن بقى الزيت تاني معانا. بعد ما برد اول مره بنسخنه ونحط كله مره واحده، او على حسب الحاجه اللي احنا بنقلي فيها او بنحمر فيها بتاخد ايه. انا حطيت معايا كل الكميه كلها، بقيت اغطسها كده في الزيت، انزلها وارجع تاني ارفعها لفوق. الحركه دي يعني كويسه جدا. ليه بقى؟ بتخلي بتعلي التست بتاع القرمشه بتاعنا، بتاع الزلابيه. باحاول بقى داني اقلب فيها واطلع وادخل اللي لسه يعني ما خدش اللون الذهبي، بدي انزله تحت، وداني بقى اقلب فيها زي ما انتم شايفين. طبعا كل ده على حراره وسط، كمان قريبه للهاديه، يعني حراره وسط قريبه للهاديه. زي ما انتم شايفين كده طلعت معانا اول حبه، وفي الاخر خالص بنطلع الكميه بتاعتنا كلها ونطلع الشربات بتاعنا، يعني نكون مجهزينه. يعني زي ما انتم شايفين كده انا طلعت الكميه كلها وطلع الشربات بتاعي كله زي ما انتم شايفين كده. ليه بقى؟ عشان خاطر يعني كميه الزلابيه كلها يعني تكون غاطسه في الشربات زي ما انتم شايفين كده. باحط الكمية اللي أنا شايفاها كده بالنظر، يعني عينينا ميزاننا كده نحط كده الكمية المناسبة لينا. وطبعًا هنجيب بقى معلقة أو أي حاجة أو أي مصفى عندنا، أي حاجة نقلّب بيها. طبعًا جيت جرّبت معاها دي لقيتها كبيرة عليها، المصفى دي طلعت كبيرة عليها، فجبت بقى معلقة عشان أقلّب بيها. طبعًا لازم نسيبها في الشربات مثلًا يعني إيه، طبعًا هي طالعة من الزيت سخنة، طالعة من الزيت سخنة نحطها في الشربات الساقع على طول مباشرةً كده على طول من غير أي تردد، هي بتبقى كده. طبعًا تشرب الشربات بتاعها عشان يوصل لجوّه. طلعنا أول طبق حطيناه كله، شايفين زي ما أنتم شايفين كده. حطيت الشربات، حطيت الزلابية في الشربات وصفيته كويس جدًا ونزلته معاكم في الطبق. أدي الجمال والروعة، يتاكل كده لوحده. ممكن طبعًا نطلعه من الزيت مباشرةً ونحطه في سكر بودرة وقرفة اللي يحب، يعني دي اقتراحات ليكم يعني. كان نفسي تسمعوا طبعًا صوت القرمشة، بس كانت تحفة بجد حكاية. وطبعًا أنا يعني عشان ولادي هم اللي هياكلوها بألف هنا وشفا، أنا حبيت أحط لهم بقى الإيه الشوكليت، الحاجات اللي هي الألوان دي عشان تظلل عينيهم ويحبوها. دي شوكولاتة عادية خام، أنا حطيتها في حمام مَيّة، وحطيت عليها كل مكعب حطيت عليه معلقة ونص من الزيت عادي بس، وساحت وحطيتها في الأكياس دي. طبعًا دي شوكولات بني ودي شوكولات بيضا زي ما أنتم شايفين. وطبعًا الخضرا دي بقى معانا دي الشوكولات الكدابة السبريد بتاع الفستق، أنا عملتها. خدت شوية من في كيس كده حطيت عليهم لون أخضر، لون أخضر غذائي مصرح بيه غذائيًا ما فيش منه أي خوف، وسِنة صغننة من essence بتاع البندق أو الفستق، وبقى طعمها زي البندق بالضبط. كانت تحفة بجد. وطبعًا بازيّن بقى أي حاجة عشان تزغلل عين الولاد كده وياكلوها، أو حتى ضيوفنا أي حد. ده sprinkle كده حطيته رشيته على الوش عشان يدّي شكل حلو كده. أي حاجة عندنا بقى سوداني، أي حاجة مكسرات عندنا نحطها، ما نحطش خالص. بصراحة كانت تحفة. طبعًا كانت جودي بنتي اقترحت عليَّ إن أنا أحط لها مارشميلو عليه، بقى اللي ولادنا بيحبوه إحنا نعمله بقى عشان ياكلوا كده ندلعهم. وبألف هنا والشفا على القلب اللي كل. وإن شاء الله بإذن الله تطلع معاكم حلوة جدًا وهتنبسطوا منها جدًا، وادعوا لي. ويا ريت بقى تفعلوا لي زر الجرس، واللي ما اشتركش يشترك. وأنا يعني ليا رجاء عندكم تقدّروا بقى مجهودي وتعبي وتتفرّجوا على الفيديو بتاعي للنهاية، وطبعًا تشيّروه. وإن شاء الله بإذن الله تطلع معاكم الوصفة جميلة. وهاستنى طبعًا منكم الكومنتات الحلوة اللي بتشجّعني إن الزلابية طلعت حلوة معاكم وناجحة، وحقيقي بجد هتطلع معاكم كلّكم ناجحة إن شاء الله من أول مرّة. وبإذن الله رمضان كريم علينا كلّنا. وشايفين الزلابية الجميلة ديّة تتاكل كده أكل كده. إن شاء الله تعجبكم جدًا. طبعًا أنا هاوريكم هنا واحدة أنا أخدتها كده بالخلة، وهتشوفوها دلوقتي شاربة الشربات بتاعها وجميلة في منتهى الروعة والجمال. جميلة جدًا حقيقة يعني. بصوا معانا أهي شاربة الشربات بتاعها من جوه ومقرمشة من بره، يعني عايزة تتاكل أكل حقيقي. جميل، بألف هنا والشفا على القلب اللي كله. وما تنسوش بقى ما تنسوش بقى تدعموني بقى وتشيروا لي الفيديو واللايك. طبعا انا مستنيه منكم الكومنتات الحلوه اللي تشجعني، وعشان اعمل لكم طبعا ان شاء الله فيديوهات تانية كتيره جدا. ان شاء الله هنعمل طول شهر رمضان حلويات كتيره جدا. واستنوا الفيديو اللي جاي بعد الزلابيه ان شاء الله هيكون جامد جدا. انتظروني قريبا جدا باذن الله.